كلشي كيعرف هاد الماركة واللي هي لاكوست بطبيعة الحال، ولكن حتى شي واحد ما كيعرف القصة ديال هاد الماركة، كي دارت وصلت للعالمية، كي دارت تأسست ولات ماركة معروفة بالجودة في العالم كامل. وشكون هو هاد الإنسان اللي أسس هاد الإمبراطورية كاملة؟ تبعوا معنا القصة كيفاش بدات هاد الماركة، كيفاش تطورات وكيفاش ولات عالمية. القصة ديالنا كتبدا في 1904 مدينة باريس، فاش تولد جون رينيي لاكوست، واللي كان كينحدر من أسرة غنية. جون كان عزيز عليه التنس وكان كيلعب التنس وهو صغير بزاف. فاش دار 15 عام مشى مع باه للانجليز، تما بدا كيلعب التنس وبدا كيبغي هاد اللعبة بزاف. جون كان معروف بالقراية، يعني كان كيجي من الأوائل، كان قرار كما كنقولوا بالدارجة، كان مبدع في داكشي ديال الميكانيك، وكان المخطط ديالو انه يدخل لواحد المدرسة ديال الهندسة معروفة. ولكن هو قرر باش يولي لعاب ديال التنس. باه كان متفهم وعطاه 5 سنين باش يحقق الحلم ديالو، وداكشي اللي كان رينيي قدر يوصل الاسم ديالو ما بين افضل اللاعبين ديال التنس، وهذا الشيء فقط في ظرف 3 سنين. نحيت في 1926 ولا بطل العالم في التنس. نحيت في المسيرة ديالو قدر يحقق 7 ديال البطولات ديال الجران سلام، وكان عضو في فريق كأس ديفيز الفرنسية لمدة 5 سنين. يعني كان بطل رياضي معروف في ذاك الوقت، ماشي لاعب هاوي أو مبتدئ. من المثير في هذا الشيء كامل أن اللوغو ديال لاكوست صوب صدفة. نحيت فاش كان شاب وكان كيلعب في واحد البطولة في ولاية بوسطن الأمريكية، شاف واحد الساك رياضي عليه واحد الكرة ديال التمساح. ناض المدرب ديالو هو كيضحك معاه، قال له إلا بغيتي داك الساك نعطيه لك خصك تربح. وهذا الشيء اللي لاحظه واحد الصحفي في جريدة بوسطن، واللي سجل كلمة تمساح وناض كناها عليه. ومن بعد ولات هي اللوغو مشهور في حوايجو، وولات هي الكنية اللي كيعيطوا له بها من بعد. الصحافة ديال الامريكان ولات كتطلق عليه اسم التمساح. ولكن لسوء الحظ ديالو تعرض لأزمة صحية واعتزل التنس في 1932، ولكن دماغه ما بغاش يبعد على كرة التنس. هاد بدا كيبتكر بزاف ديال الحوايج اللي تخلي من كرة التنس لعبة سهلة وفي نفس الوقت يطور منها. ناض دار واحد المضرب ديال التنس من المعدن، وما وقفش هنا، ناض صوب كرة ديال البولي الخاصة بالجولف. وهذا الشيء اللي خلى لعبة الجولف تطور وتنتشر من بعد. وزيد على هذا الشيء قدر يسجل أكثر من 20 براءة اختراع ما بين الستينات والثمانينات ديال القرن الماضي. صاحبنا طلع حتى هو مخترع. أما بالنسبة لتأسيس شركة لاكوست اللي ولات عالمية، فهي كانت مخصصة غير في لعبة التنس. منين هو شاف اللبسة باش كانوا كيلعبوا التنس ماشي مريحة، يعني ما كتساعدش الجوار باش يلعبوا مزيان، لأنه في داك الساعات كانوا كيلعبوا بتيشيرت كمام طوال وسروال ديال التو. اللبسة ما كانش كتساعد اللعابة ديال التنس باش يلعبوا مزيان، باش يجريو، باش ينقزوا، باش يتيروا مزيان. يعني كانت غير مريحة في لعبة التنس. وهادشي اللي خلاه باش يفكر يبدل هاد اللبسة بلبسة أكثر ملائمة للعبة التنس، من خلال أنه يفتح متجر خاص باللبسة الجديدة ديال التنس. كيقول لاكوست أنه فاش شاف واحد صاحبه كيلبس واحد اللبسة ديال لعبة البولو في الملعب، فاتفق أو تعاقد مع واحد الخياط إنجليزي باش يخيط تونيات من الصوف، واللي كانت فكرة مزيانة باش يلبسوها اللاعبين ديال التنس في الهند. ومن بعد ولا هاد التوني في الميريكان. فاش لبس لاكوست هاد التوني أول برا واحد البطولة مفتوحة في الميريكان، وفي فترة قصيرة ولاو كيلبسوها الناس بزاف تما. وفي عام 1930 أسس لاكوست شركة لاشميست لاكوست مع واحد الصديق ديالو أندرو كيلر، اللي هو رئيس أكبر شركة تريكويات في فرنسا. وهذا الشيء باش يبيعوا تونيات وتيشيرتات عليهم اللوغو ديال لاكوست. ومن هنا تعرفوا ولاو مشهورين هاد التونيات في الميريكان سنة 1950. ولقب التمساح مبقاش كنية ولا شعار ديال التونيات. ومع مرور الوقت والسنوات هاد اللوغو ولاو عنده بزاف ديال المعجبين وفي نفس الوقت بزاف ديال المقلدين، حيت بزاف ديال الشركات ولات كدير الشعار ديال الحيوانات في المنتجات ديالها. ومن بعد هاد الشيء شركة لاكوست دخلت بزاف ديال الدعاوى قضائية مع شركات كيقلدوا الشعار ديالها، وهاد الدعاوى القضائية ربحتهم كاملين. من بينهم واحد الشركة صينية اللي ادعت أن الشعار ديال لاكوست ديالها هي، وطبيعة الحال خسر هاد القضية. رينيي لاكوست دار تغيير جذري للتونيات اللي كان كيصنع للرجال، حيت بدل التونيات القدام اللي كان عندهم الكمام طوال والثوب حرش، تونيات مريحة كتمص العرق واللي كتساعد على تحمل الحرارة فاش كيكونوا اللعابة لاعبين الماتشات ديالهم. ومن بعد انتقلت الفكرة من لعبة التنس للعبة الجولف، ومن بعد انتشرت الفكرة ولات الشركة كتنتج بزاف ديال الحوايج والمنتجات، ولات ماركة عالمية
اللي مازال لحد الآن. دابا دازت أكثر من 80 عام على تأسيس هذه العلامة التجارية، وولات لاكوست كتجمع ما بين الأناقة والراحة بالنسبة للرجال والنساء والأطفال. ولات كتنتج السبرديلات والروايح والمنتجات الجلدية والنضاضر والسماطي وبزاف ديال المنتجات اللي ما تذكرتهمش دابا. وكاين إحصائيات كتقول أن المنتجات ديال لاكوست كيتباعوا في كل ثانية في العالم. وزيد على هذا الشيء أن المنتجات ديال لاكوست حققت إيرادات كتقدر 3 مليار أورو. أن المنتجات ديال لاكوست كتنتشر في العالم كامل وعندها فروع في أكثر من 114 دولة في العالم. وبالنسبة للحياة الشخصية ديال جون لاكوست، فتزوج من بطلة الغولف سيمون ديلاتشو، وولدوا بنت اللي ولات حتى هي بطلة الغولف. وعانى لاكوست من مرض سرطان البروستاتا في أواخر العمر ديالو، وفي عام 1996 توفى لاكوست بسبب أزمة قلبية عن عمر كيناهز 92 عام. وخلى موراه إرث تجاري مازال لحد الآن كينتج منتجات ذات جودة عالية. ولحد لهنا انتهت القصة ديالنا، قصة جديدة إن شاء الله.